قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق ولو بشق تمرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى الواحد بيتصدق حتى لو بنص بلحية، يعني مش لازم عشان تطلع حاجة صدقة تدي لنفسك او تستلف من حد عشان تعرف تعمل حاجة تطلعها لله. اقل حاجة كمان حتى البسمة، تبسمك في وجه اخيك صدقة. وكل ما تلاقي نفسك متضايق او مخنوق او مديون او متعسر او عندك اي مشكلة، تصدق باي حاجة، والصدقة بتكون في السر طبعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم رز بلبن، طريقة سهلة وبسيطة وجميلة، وبصراحة طلع معايا أحلى رز عملته على مدى عمري ده كله. يعني الأحلى في كل حاجة بصراحة. طريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله وهتعجبكم. هقول لكم أنا عملت الرز ده كمان ليه، بس ان شاء الله هو الفيديو شغال. وعايزه اقول لكم لما الواحد بيجي يدي حاجه لحد او يتصدق بحاجه، لازم يتصدق بحاجه بيكون هو بيحبها. يعني ما ينفعش ان انا يكون عندي بلوزه او جيبه بتاعت بنتي اتضيقت، ماشي اتضيقت او صغرت تديها لحد، انما تكون قديمه او حاجه بتديها لحد مش هتتقبل، ربنا مش هيتقبلها منك. نبتدي بقى في الفيديو بتاعنا، نقول بسم الله. انا جبت اللبن. انا مناسبه الحديث ده اللي انا قلته كمان، او بمناسبه الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده، لان انا لما بعت ابني يجيب اللبان قال له بعد المغرب، فقلت له خلاص هات من اللبان اللي جنبنا. اللي جنبنا ارخص شويه بصراحه، بس اللبن بتاعه مش حلو زي دوت. فقال لي يا ماما لا، ادم هتعملي حاجه لازم تعملي حاجه كويسه، او لازم تعملي زي ما بنعمل في البيت. قلت له خلاص تمام. انا كنت بصراحه مستعجله، عايزه اجيب اللبن عشان اغليه واحطه في التلاجة. انا بحب اغلي اللبن قبلها بيوم واحطه في التلاجة عشان يكون عليه نسبه قشطه حلوه يعني. فالمهم جبنا اللبن وهفضيه كده زي قدامكم زي ما انتم شايفين. هغليه من بالليل وبسيبه لما يبرد خالص وبحطه على الرف في التلاجة. بيديكي كميه قشطه جميله جدا. بس ينفع برضو ان انت تعملي الرز باللبن عادي من غير ما تغليه خالص. كده اضمن ان انت تبقي خدتيه كام غلوه. بتبقي ضامنه ان انت غليه كويس يعني، وبعد كده بتحطيه مع الرز عادي. انا غليته وحطيته على رف التلاجة. تاني يوم بقى بالكوبايه دي، ده فنجان مش كوبايه، كل كيلو بحط عليه فنجان الا ربع من الفنجان ده. يعني دول ست كوبايات او 6 فناجين على 8 كيلو لبن. هغسله كويس، لازم الرز يتغسل كويس عشان النشا اللي فيه ينزل، ولان بيبقى فيه نسبه من الزيوت. الرز بالذات اللي بيبقى سايب ده بيبقوا حاطين عليه زيت عشان يغلفوه بيه كده، فلازم الرز يتغسل كويس. يعني اغسليه كذا مره، 5 6 مرات، لغايه ما تلاقي الميه بتاعته بقت صافيه معاكي خالص. غسلته وصفيته، هنزل عليه بالميه كده زي ما انتم شايفين. بسم الله. كل معيار رز بتحطي عليه معيارين ميه. يعني انا حطيت مثلا 6 كوبايات رز، هحط عليهم 12 كوبايه ميه. تمام. انا هقول لكم دلوقتي على المقادير اللي انا عملتها وطلع معايا مظبوط. هحط كمان مستكه. طبعا المستكه دي اختياري، بس انا زي ما قلت لكم انا هعمله زي اللي بعمله في بيتي وهاكل منه، واحنا هناكل كده كده من اللي انا هعمله برضو. الرز يغلي كده بالميه وهنزل عليه بالمستكه. لو حطيتي المستكه في الميه وهو هي بارده، المستكه مش هتدوب معاكي، هتفضل معاكي زي ما هي صحيحه. طلعت بقى اللبن بتاعي، انا طبعا مهديه على الرز بعد ما غلي، من وقت للتاني بقلبه. طلعت اللبن من التلاجة، هوريكم بقى ما شاء الله كميه القشطه اللي طلعت من عليه. كده انا مش محتاجه ان انا احط عليه قشطه. انا في العموم لما بعمل رز بلبن كنت بحط عليه قشطه، بس ما شاء الله اللبن دوت حلو، والقشطه بتاعته يعني نسبه القشطه فيه حلوه. هاخد القشطه بتاعتي كلها كده عشان احطها في الاخر، ما بحطهاش في الاول. الحله بتاعتي دي ما خدتش اللبن كله طبعا، فانا حطيت كيلو في اللبانه. عندي هنا بقى الرز كان شرب الميه كلها. نزلت كده بسم الله باللبن بتاعي. خليت برضو حوالي نص لتر لبن في اللبانه عشان ادور فيها بقيه الحاجه. تقليب مستمر. انا كده لسه ما حطيتش السكر، ما بحطش السكر دلوقتي خالص. دايما تقلبي وتشوفي معلقه تكون طويله عشان توصلي للحله من تحت عشان ما يشيطش منك. عندي هنا كوبايه لبن نيدو او لبن بودره يعني، وكوبايه كريم شانتيه. دي برضو اختياري، بس انا زي ما قلت لكم هعمله زي ما بعمله في العادي لينا. هحطه بقى على اللبن اللي انا كنت مخليه كده. بسم الله. حطيت كوبايه الكريم شانتيه وكوبايه اللبن واقلبهم كده. اللبن بتاعي هنا بارد. هقلب كويس كده عشان لما انزل بيه على الرز ما يكتلش واقعد اقلب بقى كتير فيه. نزلت كده بسم الله عليه. ايدك فيه دايما كده وما تخليش النار عاليه قوي عشان ما يشيطش منك. هبتدي بقى احط السكر بتاعي. بسم الله. انا ده 8 كيلو لبن،
خدوا معايا حوالي كيلو رز، وخدوا كيلو ونص سكر بالظبط. طلع سكره برده مظبوط بالظبط. فانا قلت اقول لكم على المقادير عشان برده لو حد هيعمل يبقى عارف هيستعمل الحاجه قد ايه. في نفس اللبانه ما غسلتهاش طبعا، هحط حوالي 5-6 معالق نشا. النشا مش مشكله، لما يكون زياده هترمي الباقي، بدل ما ايه ما تحطي قليل وترجعي بعد كده تدوبي نشا تاني. هنزل بقى كده بالقشطه بتاعتي بسم الله. القشطه بقى هتدوب معايا مع الرز. القشطه دي بقى اللي بتعمل الكرمشه اللي على وش الرز. هبتدي بقى انزل بالنشا كده حبه حبه، ما تنزليش بالنشا مره واحده عشان ما يكلكعش معاكي. حبه حبه وقلبي تشوفي قوام الرز معاكي. احنا مش عايزينه قوامه يبقى تقيل عشان لسه لما بيبرد بيتقل زياده. هنزل كمان بحبه حبه كده. اللي في المصفى دي القشطه بتاعت اللبن اللي كانت في اللبانه. وهنزل في الاخر خالص بالفانيليا، فانيليا بودر، بلاش الفانيليا اللي هي السايله. الفانيليا السايله بيبقى لونها غامق فهتغمق معاكي الرز. هقلب بقى ومش هطفي عليه خالص الا لما اشوفه طلع فقاعات على وشه كده. لو طفيتي قبل ما يغلي ويطلع الفقاعات اللي انت شايفاها دي هيسيل معاكي بعد كده، وهتلاقيه بينزل اللبن بتاعه في الجنب كده، مش هيبقى حلو يعني. انا طفيت عليه. هبتدي بقى ايه اقلب تقليبه كده عشان الرز يبقى زي مع اللبن يعني كله مع بعضه. هبتدي اغرفه بقى في العلب كده بسم الله. طبعا انا حطيت في اول علبه بقيت اتلسعت، ففكرت جبت طبق كده وحطيت عليه العلبه. وكنت عايزه اقول لكم كمان انا دايما بيبقى في طبق جنبي كده جنب الاكل وانا بغرف. يا ريت اللي يحط الطبق يخلي باله وهو بيشيله، لان انا بصراحه الطبق ده حرق لي 3 صوابع وانا بشيل الطبق من جنب الحله. حطيت الرز زي ما انتم شايفين كده وسبته لما برد خالص. هحط على وشه بقى شويه زبيب وشويه جوز الهند. دايما لما تيجي تدي حد حاجه او تفرقي حاجه تطلعي احسن ما عندك عشان ربنا يتقبلها منك. في آية في كتابه العزيز بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظيم. يعني إيه؟ يعني أنا مش بطلع حاجة كده وخلاص. أي حاجة هتطلعيها ربنا يتقبلها منك. ما ينفعش مثلا يبقى عندك فستان أو جيبة أو بلوزة بتاعت بنتك قديمة أو بهتانة أو وسعت أو اتقطعت وتطلعيها. لا، لازم تطلعي حاجة أنت تقبلي إن ولادك يلبسوها. كذلك في الاكل ما تقوليش بواقي الاكل، لا، قبل ما تعملي الاكل لو ناويه تطلعي منه قبل ما تاكلي منه بتكوني مطلعه منه. انا الرز كده عندي بارد خالص. هقفل بقى العلب زي ما انتم شايفين كده وهحطه في التلاجة. على فكره موضوع كرمشه وش الرز دي كنت حاطاها في اول الفيديو. انا حاولت بكل الطرق زي ما قالوا وغطيته بستريتش قبل كده. عمره ما كرمش معايا. المره دي الحمد لله عمل كده. ممكن يكون عشان بات مثلا في التلاجة، لان لما كنت بعمله قبل كده كنا بناكله، يعني بعمله وبناكله في نفس اليوم. مش اي حد يضحك عليك ويقول لك تعملي حاجه اعمليها. انا بصراحه بحب اجرب، ولما بتبقى حاجه بتطلع معايا مش مظبوطه بحب اقول عليها برضه. يعني انا جربت قبل كده كنت عامله رز بلبن وكنت عامله عاشوره قبل كده، ولقيت بيقولوا حط على وش الطبق يعني او البوله غطيها بستريتش وهتلاقيها كرمشت. انا جربتها بصراحه وما كرمشتش معايا. هحط بقى شويه زبيب شويه جوز الهند، اللي بيحب الحاجات دي يحطها واللي ما بيحبش ما يحطهاش. انا كنت عامله ده بصراحه بمناسبه نجاح ابني. بصراحه انا كنت مكتئبه بسبب القناه بتاعتي لان هي موقوف عليها الارباح فمضايقاني شويه. بس لقيت حاجه زي دي بسطتني فقلت اعمل اي حاجه برضو عشان ربنا يفك كرب كل مكروب. عشان كده بقول لكم دايما كل ما تكون متضايق او متعسر او مخنوق او عندك اي مشكله يعني تصدق باي حاجه. ما تقولش مثلا انا معايا مبلغ قليل، حتى لو معاك 10 جنيه تصدق بجنيه او ب2 جنيه، تصدق بنصها هتلاقي ربنا بعت لك اكتر واكتر منها. هقفل بقى العلب كده زي ما انتم شايفين وهحطها في التلاجة. طبعا طريقه سهله وبسيطه جدا لعمل الرز بلبن. بس ده كده 8 كيلو لبن، خدوا معايا كيلو رز، خدوا معايا كيلو ونص سكر. كريم شانتيه بقى لو حابه تحطي حبه، مش حابه خلاص. اللبن البودر كذلك، المستكه برضو كذلك. عملوا معايا حوالي 56 علبه عشان لو حد حابب يعمل، لان انا كنت اول مره اعمل فما كنتش عارفه احط قد ايه.
بتمنى ان شاء الله ان طريقتي في الرز بلبن تكون عجبتكم، وبألف هنا.